اليوم حبيت نحكي معكم على موضوع يغفلوا عليه أكثر أصحاب الشركات الصغيرة. الموضوع هذا ياسر مهم وهو من الحاجات اللي ينجموا يخليوك كصاحب شركة صغيرة تضمن أنه الشركة متاعك تعيش أطول مدة ممكنة، ألا وهو الإدارة متاع المشروع متاعك بطريقة صحيحة. وفي الإدارة خصيصا باش نجيو للي دوكيمون نيسيسير في الشركة متاعك، باش نعرفوا اش معناها لي دوكيمون هذوما، كيفاش يحميوك، وشنو الامباكت نتاع لي دوكيمون هذوما على الاكتيفيتي نتاعك. اول حاجه يلزمنا نعرفوا انه في اي شركه فما بروسيس نتاع فونت واشا. مهما كان حجم الشركه راهو البروسيس نتاع الفونت والاشا هو بروسيس مهم ياسر. وكي نقولوا بروسيس نتاع فونت من غير ما تصعب عليك الكلمه، هي بكل بساطه انا باش نبيع حاجه في الشركه بتاعي شنو من المراحل اللي نتعدى بهم. بيان سور لهنا رانا ماناش نحكيو على لي فونت في الكونتوار ولا نحكيو على شركات متناهيه الصغر، نحكيو على شركات اللي البروسيس نتاعها في الخدمه يكون فيها اوفر دوفي، والا يكون فيها بون دو ليفريزون، والا يكون فيها بون كوموند، والا يكون فيها فاكتور، ولا البروسيس نتاع الاشا. الحاجات هذوما في اغلب الاحيان اصحاب الشركات يمشي في بالهم ما يتعامل بهم كان يكون هو شركه كبيره. امانه نقول لك راهو مهم ياسر انك تسنس روحك في الشركه نتاعك انك تتعامل باللي دوكيمون هذوما في لي بروسيس نتاعك الكل. وهو باش نفسر لك علاش. اول حاجه شنو هما لي دوكيمون هذوما؟ باش نحكيو في البروسيس دو فونت على الدوفي او عرض الاسعار. عرض الاسعار هو في الحقيقه يظهر انه ورقه باش نوري الكليون تاعي قداش سوم القطعه هذه، اما في الحقيقه عرض الاسعار هذاك راهو فيه تاريخ، والتاريخ ينجم يحدد الاوفر هذاك ولا الفلوس هذيك ديسپونيبل، ولا البرودوي هذا ديسپونيبل بالاوفر هذيك حتى كشي الوقت. ما نجمش انا اليوم نجي ناخذ من عندك اوفر على كاميرا ولا على سيرفيس معين ونجيك بعد 6 شهور ونطالبك في انه تعطيني بنفس السوم تاع 6 شهور التالي. هذه حاجه الاولانيه. الحاجه الثانيه الاوفر هذاك فيه ارتيكلوات معينين ينجم يكونوا في الوقت هذاك ديسپونيبل وفي وقت اخر ما همش ديسپونيبل. هذاك علاش نحرصوا انه في الدوفي نتاعنا تكون المعلومات الكل مكتوبه بطريقه صحيحه اللي تضمن لي حقي وحق الكليون تاعي. نفرضوا انه الكليون قبل الدوفي هذاك وقالك اوكي لهنا اذا كان انت باش تمشي تحضر السلعه ينجم الكليون ما يستعرفلكش، ما يجيش ياخذ من عندك السلعه هذيك، ولهنا انت باش تخسر وباش تكون في مشكله كبيره ياسر مع لي فورنيسور نتاعك. هذاك علاش يجي في البروسيس الدوكيمون اللي بعده ديريكتومون هو الكوموند كليون. الكوموند كليون في الحقيقه هي ورقه يبعثها لك الكليون تاعك. ما في حاله انه الكليون ما عندوش لوجيسيال ولا ما عندوش اوتي باش يعمل به الكوموند كليون هذه، لهنا تولي انت تعمل الكوموند كليون ويصحح لك عليها ويحط عليها الكاشي. بالقانون الكوموند كليون هذيك تنجم تفرض على الكليون هذاك انه يشري السلعه هذيك عن طريق انك تشكي به كاريمون اذا كان السلعه اللي انت حضرتها له قيمتها عاليه وتنجم تتسبب في انه الشركه نتاعك تخسر. اذا كان صح لك على الكوموند كليون لهنا انت مطالب انك توصل له السلعه باش تخلص. وهنا يجيو لي دو دوكيمون الاخرين اللي هما الفاكتور دو فونت والفاكتور والبون دو ليفريزون. البون دو ليفريزون بكل اختصار هي شهاده تسليم البضاعه للعميل هذاك. ايش معناها؟ معناها انا عطيته دوفي، عطاني بوند كوموند في الارتيكل هذاك، انا هزيت الارتيكل هذاك ووصلته له كيكو سوا، وصلته ليزارتيكل الكل ولا وصلت له كان بارتي من الارتيكل عن طريق البون دو ليفريزون ولا شهاده التسليم هذه. لهنا مجموع شهائد التسليم يلزمهم يعادلوا البوند كوموند، ومجموع شهائد التسليم يلزم يتم اصدار فيهم فاتوره. الفاتوره هذيك كي تصبها للكليون ومعها لي بون دو ليفريزون تاعها هو مطالب انه يخلصك بالقانون. اي مرحله من المراحل هذوما انت ما تعديتش بهم انت المسؤول على ضياع حق الشركه. كي نقول ضياع حق الشركه لهنا راني نحكي على شركه ينجم يكون فيها شخص واحد او اكثر من شخص، ومسؤوليتك انت كجيران في انك تحمي البروسيس هذايا الكل وتخليه يدور في الشركه بكل تلقائيه من غير ما ياثر على البرودكتيفيتي نتاع الانتربريز. وان شاء الله في فيديوهات اخرين باش نحكيو اكثر تفاصيل على البروسيس نتاع الاشاء وعلى الجستيون نتاع الشركه بشكل عام. وقول قالها عزيز.